الراعي الرسمي لهذا البرنامج. البنك العقاري المصري العربي، بيت العقار، خدمات مصرفية متكاملة. البنك العقاري المصري العربي، بنك صنعه تاريخ. مساء الخير مشاهدينا واهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده ومباشر من مصر، وحلقه يوم الثلاث. النهارده هنفتح ملف اقتصادي، الحقيقه ملف مهم. احنا بنتكلم دايما على ان الدوله المصريه ما زالت ومستمره في التصدي لكثير من الازمات التي تواجه الاقتصاد المصري. احنا بنتكلم على الاستثمار، هنتكلم على كثير من المصانع المغلقه، هنتكلم على ايضا دعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم كثير من الصناعات على رأسها الغزل والنسيج وأيضا الحديد والصلب. احنا بنتكلم على الصناعات الصغيرة الداعمة لأي اقتصاد في العالم، ولدينا كثير من النماذج التي تضع خطوط عريضة لمثل هذه الصناعات. ايضا كانت هناك مبادره لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر. الحقيقه ملفات كتير ان شاء الله تكون على طاوله حوارنا اليوم. اسمحوا لي ارحب في البدايه بزميلي مجدي دربالة. مساء الخير يا مساء الخير يا ايمان، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. اقتصادنا المصري بيعاني، يعني مهما حاولنا في الفترات الماضيه في الشهور السابقه ان احنا نصلح من وضع الاقتصاد المصري، ان ننظم من الاقتصاد المصري بقوانين استثمار واضحه، بسياسات واضحه من الدوله لدعم الاقتصاد، بوجود مجلس اعلى للاستثمار برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن الاقتصاد المصري عانى سنوات عديده من لخبطه. كان هناك عدم استقرار في البنيه الاقتصاديه الشامله اللي بيتعامل بها بتتعامل بها الحكومه مع المستثمرين المحليين والاجانب. طبعا كانت النتيجه هروب استثمار اجنبي، هروب منظم، تصريحات من المستثمرين الاجانب ان المناخ في مصر في الفترات الماضيه ما كانش ملائم. كانوا بيشتكوا من البيروقراطيه، كانوا بيشتكوا من الروتين، كانوا بيشتكوا من عدم وضوح قوانين وتضاربها، كانوا بيشتكوا من مشاكل تحويل العمله، كانوا بيشتكوا من البنيه التحتيه. احنا في مصر عندنا ازمات اخرى في الاقتصاد بتختص يعني او بتتركز في زياده العجز في الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات، ومشكلات بدات الدوله تعالجها. يعني احنا لو بنتكلم عن البنيه التحتيه، بدات الدوله بالفعل تنشئ محطات كهرباء، تنشئ شبكات صرف صحي، تنشئ مدن صناعيه كامله وحضانات للصناعات. اعتقد ان احنا في سبيلنا للعديد من الخطوات التي تصلح الاقتصاد اللي كان بعافيه في الفتره الماضيه. عندي العديد من الملفات الاقتصاديه اللي هنناقشها مع الضيفين الكريمين. برحب بالخبير الاقتصادي الاستاذ ايهاب سمره، اهلا بيك. اهلا وسهلا. وبرحب بالزميل العزيز الاستاذ عبد الناصر منصور، الكاتب الصحفي بالاهرام، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكم. اهلا بيكم معانا. استاذ ايهاب، يعني لو وصفت الاقتصاد المصري انه غير منظم وفي سبيله لتنظيم نفسه، اكون صادق في هذه الرؤية؟ يعني نكون صادقين، هقول انه في غياب رؤيه شامله للاقتصاد. عشان نقول يعني احنا عندنا 4 سياسات بتحكم اقتصاد اي دوله. السياسه النقديه ودي احنا واضحين فيها جدا بالتعويم. السياسه النقديه انه تمنع السوق السوداء وتمنع التسعير الغير حقيقي للدولار وتمنع تضخيم قيمه الجنيه زياده عما يستحق مقابل الانتاج، ودي السياسه النقديه نجحنا فيها وبنسبه 90% اكتر. السياسه الماليه ودي المحفزات الماليه، الضرائب والجمارك وخلافه او الاعفاءات، يعني انك تاخد ضرائب او تعفي منها، ودي اظن بنشتغل فيها. يعني ما اقدرش اقول انها نجحت دلوقتي. لما نشوف الاستثمارات هتستجيب ازاي للسياسات الماليه، الضرائب والجمارك. خد بال حضرتك، الضرائب والجمارك مش لازم تكون بالاعفاء او بالايجاب، يعني ممكن تكون بالسلب، زي انك تزود القيود على الاستيراد عشان تحد منه وتحد من نزيف الدولار، فده احنا نجحنا فيه. الاستيراد ده محفز. ما انت بتحفز الانتاج والتصدير وبتحد من الاستيراد. ما هو السوق هيستهلك عشان الميزان التجاري. عشان الميزان التجاري النهارده الميزان التجاري ابتدى يظهر فائض. الربع الاول من السنه 2017 اظهر فائض، فده شيء جيد. اول مره من سنين؟
ده لاول مره من حوالي 40 سنه. يعني وطبعا كان في برضو 40 سنة؟ وكان في سوء فهم ليه، خد بال حضرتك، قلنا من 40 سنه لاول مره خد بالك. اصله المره دي بجد ليه؟ انت مقيم الدولار بسعره الحقيقي. انت حتى زمان في حكومه الدكتور عاطف عبيد ظهر فايض، بس انت كنت مقيم الدولار بسعر غير حقيقي، سعر دفتري، في اساس التقييم، وكنت بتدافع عنه في اساس التقييم في حاجه غلط. ما تقوليش ان ابني بطل سباقات الجري وانا مركبه موتوسيكل والناس تانيين ماشيه على رجليها، لا، نزله على رجليه زي ما هو، طلع في المركز الكام يبقى هو ده الحقيقي. فده اللي كان حاصل لنا. فالسياسه النقديه نجحنا فيها، السياسه الماليه انا متفائل بيها جدا جدا، انه استجابه السياسه الماليه عاجله. يعني ابتدينا نشوف وعي من كتر الازمات الحقيقه، بدانا نشوف وعي. سياسه الاستثمار سيئه حتى الان. احنا لسه في قانون استثمار طلع ما فيش من كام اسبوع، ولسه تراكمات يمكن احنا لسه في صدد اللائحه التنفيذيه. يعني في خلال الحقيقه مش ده بس كافي، 3 شهور هو ده مش كافي برضه، لان المساله هي الرؤيه، بس هي مناخ بشكل عام. لا كمان الاستثمار ده عامل زي التصويب، زي النشان. انت هتستثمر في ايه؟ يعني هذه النقطه، انا عاوز اجذب استثمارات في ايه؟ النهارده في وعي في كده، عاوز استثمر في الصناعات كثيفه العماله الدائمه النمو. اكتشف ان الواقع الحالي زي الغزل والنسيج مثلا، والحديد والصلب. والحديد والصلب كثيف التكنولوجي مش العماله، صناعات بعض صناعات التكنولوجيا المتفوقه دي قليله العماله، لكن في النهايه اكتشف مثلا ان 72% من الدخل من الناتج القومي المصري انشاءات فقط. شيء لا يصنع قيمه مضافه. الاسمنت يعرف بانه اصل عقيم، اصل لا ينتج اصول. لما ببني عماره، العماره دي ما بتولدش عمارات، هي بتجيب لي ايجار، بتجيب لي ثمن بيع، لكن ما بتولدش عمارات. لكن لما بعمل مصنع ده بيولد كل يوم منتج اصل مضر، يعني بيطلع منه حاجه، بيطلع منه عامل مهارته بتزيد. طب احنا الدوله مش بصدد يعني معالجه مشاكل كتير بتعاني منها كتير من المصانع مثلا؟ بصي اللي بنعرفه سواء المغلقه او المتعثره. والله الكلام ده يعني جالي التباحث فيه بقى لنا 3 سنين دلوقتي. الاجراءات الفعاله لا لسه ما شفناهاش. يعني ظهرت فكره شركات اقاله المصانع المتعثره، بعضها قطاع خاص بعضها قطاع عام. البنوك ابتدت تدي قروض مدعمه جدا للصناعات الصغيره والمتوسطه، ابتدت زي ما حصل مع شركات السياحه يراسمل خسايره وماله، وراسمات الخسائر يعني هتنسحب على كل الانشطه اللي خسرت. كويس قوي، بس ده مش كافي، ده مش فعال، محتاجين اجراءات اخرى، لازم اجراءات اخرى. تمام. انتقل لزميلنا الاستاذ عبد الناصر. دلوقتي احنا قلنا ان الاقتصاد غير منظم، هذا يعني ان احنا بالفعل علينا ناخد خطوات في سبيل اصلاح الاقتصاد وتنظيم السوق، لان دوت بينعكس في النهايه هيوصل للمواطن. عايز ابسط له، يوصل الاسعار. طالما الاقتصاد غير منظم معناها بنيه اقتصاديه متهالكه، معناها في النهايه ان في عشوائيه في السوق. هو في حقيقة الأمر الدولة تنبأت لهذه المشكلة من البداية. بعد 30 يونيو اللي بدأ تنظيم الدولة مرة أخرى، كان في طلبات لإقامة مشروعات استثمارية بشكل كبير جدا، عشرات الآلاف من الطلبات من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب. الدولة ما كانت لم تستطع أن تستجيب بسبب مشكلات كانت قائمة بالفعل. هذه المشكلات زي توفير الطاقة، توفير البنية التحتية، طرق ومواني، وكل ده كان يحتاجه أي مستثمر محلي ودي مشكلة حلتها الدولة. دي كانت مشكلة قائمة بالفعل. لو كنا اتصلنا من حوالي 2 أو 3 أي رئيس اي رئيس جمعيه استثمار في اكتوبر، في العاشر، في برج العرب، يتكلم يقول احنا عندنا عشرات الالاف من الطلبات، عايزين اراضي، فالدوله مش قادره توفر، رغم في اراضي لكن غير مرفقه. النهارده بعد الدوله الحديثه اللي هي بدات تبني قواعدها من جديد، فتم توفير مثل هذه الامور بشكل عاجل وسريع. وطبعا ده الكثير من المواطنين يقول ده يعني الحكومه ليه عماله تعمل لي طرق ومحطات كهرباء؟ لازمتها ان انا عشان اي مصنع محتاج يتبني لازم يبقى فيه طاقه واصله له، طاقه بقى كهربائيه، طاقه غاز، طاقه من السولار، طاقه يعني
بالاجانب الطرق والكباري اللي هي توصله من والى الموانئ اللي هي برضه كلها حاجات ذو بتم- أهمية. ذات اهميه. الغاز الطبيعي لازم كان لابد من توفيره بشكل قاطع. شفنا بعد الثوره لعدم توافر الطاقة بشكل كافي كان كثير من المصانع توقفت، والكثير من المصانع كانت تعمل بربع طاقتها او وكان نصف دايما طاقتها. المستثمرين يشتكوا لرئيس الجمهوريه. ما المستثمرين هو ده الأجانب كان عايزين طاقه، عايزين عايزين طاقة، كهرباء. وتمت حل المشكلة ده نهائي مع قانون استثمار جديد تم التوافق عليه من جميع الأطراف. تم التباحث بشأنه مع كل الأطراف المعنية به. يعني المشكلة أعتقد كده تم حلها يعني بشكل كبير. بشكل كبير. دلوقتي المنتظرين اللائحة التنفيذية أظن أنها يعني الحكومة ستكون عاجلة في يعني الانتهاء منها، خاصة أن الموكل إلى السيد رئيس الوزراء أن هو يصدر هذه اللائحة في طلبات بأسرع. هو اللي هيصدر. هو طبعا المفترض أن اللائحة التنفيذية يصدرها الوزير المختص، ولكن نظرا ل يعني النشاط نفسه واهميته لا، وهو متداخل مع اكثر من وزاره. كان لازم رئيس الوزراء عشان هو يفك الاشتباك وبحيث ان هو يبقى طالعه بشكل اكبر وبشكل اكبر فاعليه، وتم يعني ان حاليا ان الطلبات المطروحه على المائده النهارده ان يتم اللائحه التنفيذيه ما يتم مناقشتها ايضا في مجلس النواب، بحيث ان يبقى الجهات المعنيه يبدا التباحث بشان هذه اللائحه حتى عندما يظهر للنور لا يكون هناك اي مشكله من اي طرف، ويبقى كده خلاص الامور امام كل الجهات المعنيه واضحه. طيب يمكن احنا يعني في مجرى حديثنا الاستاذ ايهاب سمره كان بيتكلم على سياسات سياسه الاستثمار والسياسه النقديه والسياسه الماليه. استوقفتني جمله هرجع له فيها بعد هذا الفاصل الاعلاني، لانها اعتقد ان هيكون ليها مردود مختلف. عليكم معايا. كانت ليلة حلوة، 42 سنة وبتجوز، الناس كلها مبسوطولي. انا عملت عمايل، سخنت، بدي واحدة الزرار طار وقف في زور حماية. ايه ده؟ بقيت بقول لنفسي هتعدي، الراجل هيبقى كويس، بس الموضوع طول والجوازة باظت، ومن ساعتها والزراير اكبر عقدة في حياتي. بس برضه فتحت مصنع زراير، اصل فلوسها حلو، فلوسها كتير، بتكسب الصراحة. الحاجات الصغيرة بتعمل فلوس كتير. احنا بنستورد زراير بالملايين. تعال البنك الاهلي المصري، خد قرض على 10 سنين وافتح مصنع زراير. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. لو بتدور على الخبرة في السوق المصري اختار بنك سيب، لان بنك سيب 40 سنة خبرة في مصر. لو بتدور على خدمات بنكية متكاملة اختار بنك سيب، لان بنك سيب بيقدم كل الخدمات البنكية. لو عايز اعلى عائد على مدخراتك بالمصري وبالدولار ما قدامكش غير بنك سيب اللي بيقدم اعلى عائد. ولو يهمك ان معاملاتك تتم بافضل شكل الاختيار هو بنك سيب. في بنك سيب رضا العملاء 100%. بنك سيب الراعي الرسمي للكرة المصرية. مشروب زبادي بادي بوم شقلبة لبة ده مانجو برتقانة فاكهة بفاكهة شكلي ميكسي شكلي بوم زومي زما زما ده فراولة بالبنانة فاكهة بفاكهة شكلي ميكسي شكلي بوم. جهينة ميكس اللي اتعودت عليه بيقدم لك مشروب زبادي فاكهتين في فاكهة، ميكس مش عادي. يا رب يا رب كل الناس بيقولوا يا رب يا رب يا رب يا رب كل الناس بيقولوا أكثر من 20,000 من أسرة من السجون الشرقيون بيقولوا يا رب كل الخير لمصر.
مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط، خبرات وعقول مصرية ترجمت الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين، أفضل شركة تأمين في إفريقيا لعام 2015، والحاصلة على التصنيف الائتماني العالمي تريبل بي لقوة مركزها المالي. تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين دائما صادقة مع عملائها، تفي بالتزاماتها، لتظل مصر للتأمين حصن أمان للملايين. خدمة العملاء 19114. سواء لسه هتبدأ أو في نص الطريق، كل خطوة زيادة بتفرق. بندور مش لاقيين مكاننا. هي الفكرة أنا مش كويس في المذاكرة، بس لما بدأت أشتغل لقيت نفسي في الشغل. بعد كده قعدنا نتطور وعملنا اللي هي تبقى كاستم ميد، يعني اي واحد بيعمل التيشيرت بتاعته، اي واحد بيعمل المج بتاعه، اي واحد يخش على الويب سايت ويختار اللي هو عايزه ويعمل بتاعته ويجيب. انا فضلت لمده almost سنتين بشتغل فول تايم جوب، بروح كل يوم اقعد لحد الساعه 3 الصبح برسم على الجزم عشان اخلص الاوردرز اللي ورايا. الستراجلز اللي احنا بنمر بيها دي بتكون شخصيتنا. السن الصغير لو انت حسيت نفسك كسلان فيه يبقى عندك مشكله حقيقيه، لان هو ده السن بتاع الفرهده كلها يعني. بنك اميريتس MBZ بيشجع شباب مصر على اختيار الاستثمار الافضل. سجل بياناتك لحضور كارير ورك شوبس برعايه فيرست يوث باكج. فيرست يوث باكج من بنك اميريتس MBZ، صدق تقدر. علشان بكره يكون احلى، وعلشان تستمتع بكل لحظه فيه، وعلشان تعيش اسعد لحظات حياتك، الامان والضحكه اللي طالعه من القلب، الراحة الحقيقية والفرحة اللي في كل مكان. علشان آن الأوان إنك تستمتع بكل ده، الشركة السعودية المصرية للتعمير عملت لك أول كومباوند سكني راقي في مدينة أسيوط الجديدة. شقق بمساحات وتصميمات مختلفة تناسب كل الأذواق، وكمان مول تجاري هيوفر لك كل احتياجاتك، وملاعب ومساحات خضراء، وهتستلم على المفتاح. كل ده علشانك في درة أسيوط. اتصل الآن على 19 352، إحدى مشروعات الشركة السعودية المصرية للتعمير، شركة مساهمة مصرية مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية. رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية. هقول لكم ايه هو المردود اللي انا بتكلم عليه. استاذ ايهاب قال واحنا بنتكلم على السياسات، السياسات النقدية والسياسة الاستثمار والسياسة المالية، اشاد بالنقدية والمالية، وقال ان الاستثمار مش قد كده. بس في نفس التوقيت حضرتك قلت ان السياسة النقدية كويسة جدا والمالية كويسة جدا، احنا مش عارفين الاستثمارات هتستجيب ازاي. يعني ايه هتستجيب ازاي؟ يعني هل انا ممكن يبقى عندي سياسه نقديه كويسه جدا، ماليه كويسه جدا، ويحصل ايوه طبعا عائق؟ طبعا هو ده اللي انا عايزه افهمه بقى. على سبيل المثال انا مثلا يعني ده ممكن كده يخليني ارجع تاني اقول السياسه النقديه محتاجه تغيير مثلا، لا او ماليه مثلا. النقديه صحيحه، ممكن يوصل التنفيذ والتطبيق. ما هي دي النقطه. يعني قانون احد اهم يعني اجزاء روح قانون الاستثمار الجديد انه نزع يد المحليات عن الموافقات الاستثماريه، الموافقه الاستثماريه المركزيه. دي يعني الخناقه. تخيل بالظبط، تخيل بقى لو حضرتك ما كانش نوزع المحليات فيها، وتيجي حضرتك عامل لي سياسه نقديه صح وماليه صح ومديني قرض مدعوم للصناعه، وابص الاقي المجلس المحلي يقول لك لا الحته دي يا يقبض يا ما يشغلنيش، او يقول لي الحته دي ما تنفعش، يبقى الاستثمار مش هيستجيب. في الاستثمار ايوه احنا حلينا ده، يعني الجزئيه دي حضرتك حتى بتقول كان في عائق في القانون لكن في حاجات ثانيه خلينا نقول اللي هي ايه بقى؟ طيب خلينا نقول اول برضو نفتكر، يعني اكمل بعد اذن عبد الناصر بيه. حضرتك قلت طرق وطاقه، انا مش هسميها لا طرق ولا طاقه، انا هسميها شرايين. دي شرايين كلها، شرايين اتفتحت في الجسد المصري كده، كان بيجي له غرغرينه وما بيشتغلش من ازمه الطاقه وازمه الطرق. النهارده دي بتتفتح، وده جيد جدا جدا. بنيه اساسيه هايله. البنيه الاساسيه دي بيشتغل فيها افراد، لنعترف ان عندنا عجز كبير في العماله الماهره. ده احد مشكلات الاقتصاد لازم نقولها كده، لازم اقولها كده. يعني رغم وجود بطاله ورغم وجود عماله موجوده لكنها غير ماهره وغير مدربه. حصل تجريفين في تاريخ مصر، والتجريفين وسبحان الله على يد تركيا او من كان مستشارا للاتراك. سليم الاول
خد العماله الماهره هجرها تركيا، فاكرين في التاريخ. وبعدين في مرحله الخصخصه رشيد محمد رشيد كان المستشار الاقتصادي رجب طيب اردوغان، والخصخصه مشت العماله الماهره، الاسطوات كلهم طلعوا معاشات مبكره وبقوا يبيعوا كروت شحن، ومفيش حد يعلم صبيان جداد، ومفيش تعيينات في الانتاج، في تعيينات في الخدمات، مفيش تعيينات في الانتاج. فنحن اليوم نفتقر للعماله الماهره. في تصريح يا استاذ ايهاب، يعني هقوله اعتراضا كان من للاستاذ جبال المراغي رئيس اتحاد العمال، قال لك ان بدات بعض الاسر تتجه الى تدريب اولادها على سواقه التوك توك، فانتزعت العماله الماهره اللي كانت من الممكن ان تضيف قيمه. يعني لو انا عامل ماهر مش هروح اسوق توك توك، عشان بس اكون منطقي. يعني لو راجل اسطى محترم، ايه اللي يخليني اسوق عجله ب3 بموتور؟ ابنه يعني اللي المفروض يشربه نفس المهنه. لو انا اسطى محترم برضه، ما انا هعلم ابني الصنعه، مش هسيبه الجيل رفض واستسهل. الحقيقه رفض واستسهل، ولا مفيش توجيه في التعليم الفني. يعني انا من الحاجات يعني تعالى نفتكر بقى واقول لحضرتك، وده يعني احد المقترحات اللي مره قلتها لاقليم قناه السويس، كان الدكتور احمد درويش نفسه. قلت له الشركات العالميه اللي جايه تفتح في اقليم قناه السويس، حضرتك بيدك التصريح لهم، تدي له تصريح مزاوله نشاط او ما تصرحلوش، حط احد شروط التصريح ده ان يزود جايه تفتح، قول له شرط عشان تاخد تصريح اعمل معهد فني يعلم ولادي الشغل في مصنعك. ما انت ما تجيليش بالعماله الخارجيه بتاعتك هم الاسطوات وابني يدخل مصنعك يعمل شاي وقهوه، لا انا عاوز ابني اسطى زيه زي الخواجه. طب ده تيجي ازاي؟ لازم ياخد تعليم فني واشتغل مع الاجنبي الخبير ده فيتعلم منه فزيد خبرته كمان 10 سنين قبل المصنع، قبل تشغيل المصنع ليه نفسه. ليه انا عاوز المعهد الفني يتفتح النهارده والمصنع هياخد فتره بناء 2 سنين، على ما يتبني المصنع تكون اول دفعه من المعهد الفني طلعت تستلم شغلها. وبعد كده علم ولاد واطلقهم في السوق، مش لازم تعينهم بس. مراكز التدريب فين؟ ما هي دي الوحيد اللي نجح في مراكز التدريب وانتبه لها المصانع الحربيه، اللي هو العصار بيعمل كليه هندسه دلوقتي، مش بس مركز تدريب. دلوقتي كليه الهندسه اللي عملها من غير ما يقول يعني من غير بدون ضجه عالميه خالص خالص. وكليه هندسه ايه متفوقه، اساتذه القاهره وعين شمس واسكندريه في تخصصات معينه، يعني تخصصات ما يخدم الصناعه. وده اللي احنا محتاجينه، ما انا عاوز اللي يخدم الصناعه. دلوقتي في سنه ثالثه، يعني سنتين ويتخرج اول بكالوريوس هندسه من وصل وايه بقى متدرب عملي. الموضوع مره بدون ضجه عالميه خالص بس يشتغل وراخر عمل نسبه نمو في اول سنه استلم 125% في الصناعات المدنيه، والله اعلم بالصناعات الحربيه نسبه النمو كام. فشفت ده الفكر. طيب احنا ليه بقى احنا افتقدنا مراكز تدريب او هذه النماذج ليه ما اتكررتش؟ بصي ده هيرجعنا لكلمه دور الدوله في السوق ودور السوق في الدوله. احنا كانت الدوله مسيطره تماما في فتره الاشتراكيه والمركزيه، وشفنا نمو ونهضه ونمو رائع في الخطه الخمسيه الاولى ايام عبد الناصر. بعد كده الدوله انسحبت تماما. خلينا راجع حضرتك لكلمتين قالهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ما يترشح، قال القطاع الخاص عليه دور، والدور اللي مش هيعمله القطاع الخاص احنا هنعمله، الدوله هتعمله. وفي مقالته في اول مقاله ليه اتنشرت في التايم، ايوه، قال نمو بمشاركه وبقياده القطاع الخاص. لازم نعترف، واظن يعني ممكن تتفقوا معايا او ما تتفقوش، ان القطاع الخاص الحقيقه لم يقم بدور. ليه بقى؟ نرجع لكلمه فوضى السوق وخلافه، انه القطاع الخاص اعتاد على نسبه ربحيه غير طبيعيه. ولا زال يا استاذ ايهاب؟ انا اقدر اقول ولا زال، وعندي المثال الطبيعي اللي قدامنا النهارده شركات الصرافه. الاسعار طبعا ما دي الكارثه. شركات الصرافه هو مش كان بيكسب زمان؟ كان بيكسب لما يبقى الفرق شيرين ولا 10 صاغ بيكسب. جت مرحله بقى بيكسب 400% ولا 300%. فمش عايز يتنازل بقى. لما حطيت له قوانين ترجعه يكسب تاني، على فكره هو هيكسب بس مش بنفس القيمه يعني. قال لك لا مش شغال، يا يخالف القانون فالقانون يقفل الشركه، يا هو يصفي يقول لك لا 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 انا ما اكسبش المكاسب البسيطه دي. لا طب ما انت يعني فين المذهب؟ فين المبدا؟ هو ده بينقلني برضو لسؤال الاستاذ عبد الناصر، ان بالفعل هناك عدم انضباط في السوق، وهتكلم بقى على ايه؟ على الاسعار والتجاره، وده جزء مهم جدا من الاقتصاد المصري، مكون مهم، لان احنا للاسف احنا بنسعى ان ما يكونش اقتصاد مصر ريعي بيعتمد على التجاره فقط والاستيراد، وطبعا الاستيراد واجه فوضى يا استاذ عبد الناصر. الاسعار ايضا منفلته بسبب زي ما الاستاذ ايهاب بيقول ان الرغبه في الربح 400%. طبعا مفترض ان تكون في قوانين اقتصاديه بتنظم هذا الامر. اللي موجود ايه على الساحه؟ طيب هو قبل ما نتكلم على موضوع الاسعار اضيف على كلام هبي بالنسبه لموضوع التدريب.
هي الدولة بالفعل كانت بدأت الكلام ده من زمان. كان في مبارك كول، كان في يعني مبادرات من ودعم مثلا إماراتي بتدريب مراكز تدريب في يعني من وقت للآخر بيبقى في يعني فكرة عملية تدريب وإعادة تأهيل خريج الجامعات، بحيث طبعا لإصلاح ما أفسده التنسيق الجامعي والكلام اللي احنا كل الناس عايزين يدخلوا جامعة. والدكتور طارق شاوي الصراحة عنده خطة لإصلاح هذا الأمر. يا رب يوفقه. بس للأسف العملية ما لا تكتمل، وفي نفس الوقت بيبقى على نطاق ضيق جدا. بعض المصانع بتحاول ان هي تدرب، يعني بتطلب بالفعل العمال، يقولوا انا عايز عمال ايا كان، عايز اللي هو خريج الجامعه دوت اللي هو عنده اللغه، اللي هو يقدر يقود ماكينه حديثه بتدار بالتكنولوجيا، هدربه شهر او 2 واشتغل. وده شفناه بالفعل في اماكن كتيره جدا. من استجاب وتوجه الى هذه الاماكن بالفعل وجد عمل. وده كان اللي هو كامل وزير رئيس الهيئه الهندسيه بالفعل كان بيطالب ليل نهار، عايزين شباب خريج جامعات عشان يبقوا معاهم لغه، محتاجين هو اللودر او العربيه النقل او الحاجات دي كلها، دي ما هياش اللي احنا بنشوفها. لا ده بيدار بالكمبيوتر. لا ده كله بيدار بالكمبيوتر. محتاج الخريج الجامعه اللي هو خريج اداب وتجاره وحقوق وكل اللي هم مش لاقيين شغل ان هم يروحوا بس هنا بنواجه هنا الثقافه والوعي. لا هياخد، لا بالعكس هو لا يقل اهميه عن اي مهندس. حضرتك بتقول كده، لكن في الطبيعي هو بيفكر انه لا انا مش خريج كذا عشان هو بعيد بيفكر، لكن لما على ارض الواقع لما بيروح ويشوف زميله بيبدا مرتبه من 4000 جنيه غير الوجبه والاقامه. طب يعني الثقافه بتتغير، وبعدين بيلاقي نفسه بيدير معده ضخمه محترمه لا تقل اهميه عن الخريج الهندسه الميكانيكيه اللي هو متخصص في ده، ويقدر من خلال التدريب بيقول له هدربك لمده شهر بمرتب وتستلم شغل. في شركات، هو مش هيشتغل في الهيئه الهندسيه لان يعني ده نظام في شركات مقاولات مصريه بتعمل في المشروعات القوميه اللي بتنفذ، سواء كان في انفاق قناه السويس، في جبل الجلاله، في مشروعات اللي هي في منطقه اقليم قناه السويس، في مشروعات الطرق والاسكان الاجتماعي. في كل المشروعات دي محتاجه الشركات محتاجه عماله يدربوهم، بس يقول لهم تعالوا هيتدربوا. اما بقى موضوع فوضى السوق ده المسؤول عنها ليست الحكومة وحدها، ولكن هي منظومة متكاملة الجميع شركاء فيها. الحكومة، الأجهزة الرقابية، الوزارات المعنية، التجار، الصناع، المواطن المستهلك في السوق، الجميع كل عليه دور. المفترض كل واحد فينا يبقى مسؤول عن دور معين يلتزم بيه. الحكومة دورها ايه؟ دورها تنظيمي، توضع قوانين تحدد مطالب السوق ايه اللي احتياج السوق المصري محتاجه، ايه العجز في منطقه، في جزء معين، في منطقه معينه يقدر يسد بيه. التجار طبعا زي ما ايهاب بيقول ان في الكثير منهم بيحاول ان هو يغالي في الاسعار، عايز يحقق مكاسب. اتفضل استاذ عبد الناصر، عايز اتوقف عند النقطه ديت لان النقطه ديت مهمه، ويعني هدي هذا الموضوع باستفاضه حقه من الحوار، لان ده طبعا هيرتبط بملف الاسعار. ولكن اذنوا لي هنخرج لفاصل ونعود لاستكمال الحوار. البنك العقاري المصري العربي، بيت العقار، خدمات مصرفية متكاملة. البنك العقاري المصري العربي، بنك صنعه تاريخ. مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط. خبرات وعقول مصرية ترجمت الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين، أفضل شركة تأمين في إفريقيا لعام 2015، والحاصلة على التصنيف الائتماني العالمي تريبل بي لقوة مركزها المالي. تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين دائما صادقة مع عملائها، تفي بالتزاماتها، لتظل مصر للتأمين حصن أمان للملايين. خدمة العملاء 19114. السيد مصطفى السيد، شباك رقم 1. سؤال المليون، بنك التعمير والإسكان هل هو
بنك للتعمير والإسكان فقط أم هو بنك متكامل لديه جميع الخدمات المصرفية؟ معك 30 ثانية. هو بنك للإسكان؟ صح يا مصطفى. رد على مراتك. طبعا متكامل، ما هو بنك متكامل. إجابتك صحيحة. بنك التعمير والإسكان يقدم جميع الخدمات المصرفية على أعلى مستوى، بنك كبير والأول في التعمير. اللي بعده. أعزائي المشاهدين، عدنا من جديد. هرجع للأستاذ عبد الناصر منصور. احنا بنتكلم على تنظيم السوق واتجهنا بشكل أو بآخر للأسعار، لأن ده الموضوع اللي بيهم المواطنين. طبعا فوضى السوق تساوي انفلات في الأسعار، تساوي تحميل للمواطن المزيد من الضغوط على الحكومة. دايما بيمسك في الحكومة يقول لها أنت السبب، أنت اللي تتصرفي، أنت اللي ترخصي للأسعار. هو حقيقة الأمر هو بعد قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، فوجئنا إن إحنا ما عندناش صناعة. الصناعة اللي كانت عندنا فجأة كده يا أستاذ عبد طبعا مش فوجئنا للأسف. ما هو ده اللي حصل، لأن احنا اكتشفنا. يعني أنت كصانع وصانع محلي، صناعتك رغم إن أنت تستطيع صناعتك المحلية دي بقالك 40-50 سنة بتاخد إعفاءات من كل حاجة. كل المدن الصناعية الجديدة كانت منذ إنشائها يعني إعفاءات من كل حاجة، 5 سنين إعفاء من مش عارف إيه، ويجددوا. حتى أصحاب المصنع يعمل ورق جديد لمصنع هو نفس المصنع لورق جديد عشان ياخد إعفاءات 5 سنين أخرى. التفاف ايا كان هو كان بياخد اعفاءات، خلاف المناطق الحره الخاصه. خلاف المناطق. طيب انت خدت كل ما تستحق، وكنت بتذلني بحكايه ان انا بعين عندي عماله وهطردها وهفصلها. طب يعني الزوجه اللي معاها يعني صحيح. طب دلوقتي بعد قرار تعويم الجنيه المفترض عندي بقالك 40 سنه المفروض كل سنه يبقى في زياده في المكون المحلي. اكتشفنا ان عدد محدود جدا من الصناعه اللي هي بالفعل تخطت 60 أو 70% من المكون المحلي، وهي دي الصناعة الوحيدة. طبعا أنا عشان التلفزيون المصري مش هنعرف نذكر أسماء شركات في قطاعات إيه اللي فيها نسبة المكون المحلي ارتفع؟ يعني مثلا حاجات زي الأجهزة الكهربائية. أنا زرت مصنع من شهرين زود المكون المحلي. ده مش زود، ده هو كان المصنع في 6 أكتوبر عنده 12 فرع 12 فرع للمنتج للمصنع بتاعه، سواء كان هذه الافرع في 6 اكتوبر او في العاشر او في برج العرب او غيرها او السادات. في له فرع داخل 6 اكتوبر بيعمل اسطمبات يدي المصانع المحليه، سواء كانت في الغسالات، الثلاجات، البوتاجازات، السخانات، المراوح، كل ده. وكانت نسبه التصنيع المحلي بتاعه وصلت ل 70%. كان الخبرة إيطالية لكن لما يبقى بعد قرار التعويم فوجئت ان هو حقق مكاسب وارباح غير عادية يعني لانه وفتح. طب ليه ده مش بيظهر للناس؟ ليه دايما احنا شايفين ان في مصانع متعثرة ومصانع قفلت لا، ما انا دي ليها وجهه نظر اخرى، لكن انا لما تلاقي بقى تروح للسوق تشتري ثلاجه اللي كنت بتجيبها ب 3000 جنيه بقت ب 10 و 12. ده حقيقي. طب ليه؟ هو عشان المكون الاجنبي فيها. المكون الاجنبي. طيب الصانع بقى اللي هو نسبه المكون المحلي وصلت ل 70 و 80%، ده هو اللي بالفعل ما زادش، بل بالعكس حقق ارباح طائله. بعد ما كان بيصدر مثلا بنص مليار بقى يصدر بمليار و2 مليار و3 مليار بالدولار، وغير اللي بيوزعوا للسوق المحلي، لان الطلب علشان الصناعات الاخرى بتحتاج منتج محلي او مستلزمات انتاج محلي، بداوا يتجهوا ليه بيزودوا الطلب على مستلزمات الانتاج من هذا المصنع. ويعني ولذلك احنا دلوقتي بنعيب على الصانع اللي هو خد اعفاءات كتيره جدا دون ان يحقق مكون محلي. ودي كانت خناقه الاستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي مع بعض الشركات الكبرى على نسبه المكون. واتهموه بحاجات كتيره. طبعا احنا يعني هو كان سواء كان اتهام بالحق او الباطل، دي ليست قضيتي، ولكن قضيتنا النهارده قضيه الاسعار. دي جزئيه. الصانع الحقيقي
كان يعني قليل. تمام. لكن هناك التاجر بقى، التاجر اللي هو كان بيكسب 100% عايز يبقى 200%، رغم ان الاسعار ارتفعت. طب يا سيدي بيع كتير واكسب برضه، لا مش طب فين الدوله هنا بقى؟ فين سيطره الدوله هنا على ده؟ ما هو انا دلوقتي حضرتك بتتكلم على نقطه مهمه جدا، لكن انا كمواطن انا مالي؟ يعني انا ليه اواجه ده لوحدي واخد دوت ويبقى هو ده النتيجه المباشره بتتصب على المستهلك؟ الدوله لها دور، الصانع له دور، التاجر له دور، المواطن المستهلك له دور ايضا. انا لما يبقى عندي 2 تلفزيون في بيتي و2 غساله و2 مش عارف ايه، طب انا يعني هروح اشتري؟ ايوه بس انا فريسه زي ما حضرتك بتقول اهو، بتتكلم لصانع وبتتكلم على تاجر. المفروض ان انا ما اشتريش، اتوقف عن الشراء، ولا فين الدوله بقى اللي تساعدني؟ هو الدولة عليها دور. احنا ما بنقولش ان لا نبرئ الدولة من الموضوع. الدولة عليها دور رقابي مهم جدا في هذه العملية، عملية التسعير. الدور الرقابي لازم يكون اقوى من كده. مباحث التموين لابد ان تكون، لانها يعني متورطة في كثير من المشاكل اللي احنا بنعاني فيها. لابد ان يكون لها دور قوي، لابد ان يكون في تطهير للمتواطئ مع اي مشكله من مشكلات الاسعار. طيب رحمه بالمواطنين اللي طبعا بيعانوا ليل ونهار من هذه المشاكل. طيب خليني انتقل استاذ ايهاب في نقطه برضو اعتقد انها انا عندي اعتراض على كلام في جزئيه التسعير. اسمح لي. انا ما اتكلمش عن التسعير، الرقابه على الاسعار. طيب خلينا نرجع للرقابه على الاسعار، ومفروض ان انا كمان يعني احاول اضم ليها فكره اعتقد انها برضه ممكن تكون مهمه، واعتقد ان احنا ناقشناها قبل كده في كذا حلقه، فكره الاقتصاد الموازي وضمه الى الاقتصاد الرسمي. خلينا نقول على حكايه الرقابه على الاسعار. مبدئيا الرقابه على السعر يعني افرض التسعير البوابه الذهبيه للسوق السوداء في اي حاجه. الفكر الاقتصادي الحديث يمكن يعني من الاربعينات تقريبا. محتاجين نشرحها للناس. نشرحها بالمثال. الناس بتقول لك فين الحكومه؟ الحكومه فاهمه انها معناها التسعير. لا تسعير يعني لا هو اكيد بيسالوا على الحكومه بس يعني. اصل يقول لك فين الرقابه؟ الرقابه معناها التسعير. التسعير يعني سوق سودا على طول كده. يعني تجبر التاجر قول له بيع بكذا. لا اتحدث عن لا مش انت يا استاذ عبد الناصر، الناس فاهمه كده، فاهمه الرقابه معناها التسعير. الرقابه ان انا يبقى عندي سلعه ومخزنها علشان زي سواء كانت في سلعه استهلاكيه او سلعه يبقى ندخل بقى يبقى ده لكن ان انا الاحتكاريه تقصد حضرتك. المصنع بيحدد سعر المنتج للمستهلك، فالمفترض يضع السعر بهذا الطريقه. ده تمام. ما يقوليش بقى ان انا ما هو هنا دي الرقابه اللي انا بتكلم عنها. والحقيقه هو لو عاوز يكسب 1000% هو حر، هو يحط السعر. هي النقطه في انه يبقى ايه اللي في العالم كله، ايه اللي يوقف ارتفاع الاسعار الغير مبرر ده؟ المنافسه. ان يظهر يعني لو حضرتك قررت انك تبيع لي القلم ده قلت ب 100 جنيه، خبر ابيض 100 جنيه ازاي؟ ده غالي قوي. يا هشتري يا هقعد من غير قلم. فتظهر منتج جديد، الاستاذه تقول لي القلم ده ب5 جنيه بس. والله دي منافسه يعني. افتح المنافسه. اللي بيحصل ايه؟ وده واقع بقى وتعالي نعترف بيه بقى. وهنا اللي دور الحكومه بجد انها تضمن الدخول السلس لمنتجين جدد. وده موجود ومنافسين مش كفء. غير الكفء. في سلع معينه في صعوبه لدخول منتجين. خلينا نقولها السلع الاستراتيجيه، القمح والسكر واللي حصل فيهم ازمات، احنا لسه كنا بنرغي فيها. على سبيل المثال ما هو المنافسه الاحتكاريه مش بس ان اغلي السعر، على فكره المنافسه الاحتكاريه ممكن ان انا اعرض سعر رخيص قوي اقل من التكلفه عشان اخرج الاستاذه من السوق، ما ادخلهاش من السوق خالص، والسوق يفضلك انت بس، وارفع براحتي. مش في جهاز اسمه جهاز بص هو حمايه المنافسه والممارسات الاحتكاريه، لكن الحقيقه حتى لو سالتوا حد من المتخصصين الجنائيين يصعب جدا اثبات التهمه دي، يصعب جدا اثباتها، يصعب جدا. مثال اللي اديناه بالسكر وبالقمح اللي حصل فيهم، احد الممارسات الاحتكاريه الشهيره بتعمل ايه؟ ان انا اجي في السلع الكوموديتي اللي هي السلع اللي ليها بورصه عالميه، القانون في العالم كله ان انا قبل ما اقدم عرض سعر لسلعه زي السكر لهيئه السلع التموينيه مثلا اللي عايز اي مشتري، خلينا نضرب مثال هيئه السلع التموينيه مثلا وزاره التموين، اقول له قبل ما اقدم له اقول له انا بعرض عليك سكر، لازم اقدم خطاب ضمان من بنك درجه اولى يقول ان انا لو العرض ده مش حقيقي اغرب 5% منه.
يعني هاجي اقول لك اسيل الخطاب، اسيل الخطاب ضمان، خلاص ده خطاب ضمان بيرفورمانس بوند، خطاب ضمان حسن تنفيذ. والحقيقه بيبقى خطاب نوايا قبل ما اتكلم حتى، تمام. يعني قبل ما افتح بقي واقول انا عندي سعر ليه؟ لان دي بورصه. لو حضرتك السكر مثلا 300 دولار، فانا اجي اقول لك ده ب 250 دولار، انا كده نزلت سعر السوق كله، اضريت كل المنتجين. الاسوأ من كده انا هاخد منك الطلبيه، هتقول لي بس انا اشتري من ابو 250 واللي عرضه ب 300 دي لا مش هشتري معاه. اجي ساعه التنفيذ ما انفذش، اقول لك ما عنديش سكر. يحصل ايه؟ حضرتك عندك فجوه تمويل، فجوه توريد، اللي هي الازمه اللي حصلت لنا. هو الازمه اللي حصلت لنا في السكر وفي بس هل هو من حقه انه يقول انه ما عنديش؟ ما هو ما قدمش خطاب ضمان، هتعاقبيه بايه؟ هي الغلطه فين؟ غلطه اللي تحايل يعني. لا هي الغلطه مقصوده او مش مقصوده، انا مش هتهمها. ايه يعني التجاره فيها كل الشك من حسن الفطن طبعا، لكن انا مش عاوز اتهمها. لكن كون ان حضرتك قبلت تاخد مني عرض سعر من غير ما اقدم لك خطاب ضمان كما هو متعارف عليه بالعرف وبالقانون كمان، فعرضت السوق كله لفجوه توريد. طب فجوه التوريد دي عملت ايه بقى؟ اولا حضرتك حصل لك ازمه سكر او ازمه لبن اطفال او ازمه زي ما يكون. في نفس الوقت المنتج الجاد اللي كان عنده سكر عنده بقى تشبع وعنده ما خدش المناقصه، ما عرفش يبيع، ضيعتها عليه. لا هو عارف يبيع ولا انت عارف تشتري، والسوق اتعطش السوق. وانا في النهايه عباره عن طب هو استفاد ايه بقى؟ بيخدم على حد مش عاوز منتج جديد يدخل، عايز يقلل من المنافسين في السوق عشان يقدر يرفع براحته. طب تعالى نثبت التكراريه دي بقى المفروض تسيطر عليها ازاي؟ ما بتعرفيش تثبتي، لكن بتسيطر عليها ازاي بقى؟ وده التوجه الفكري الاصلي. تعالى نرجع الورق الاساسي اللي انشئ بيه القطاع العام، اللي هو بقى قطاع الاعمال العام. القطاع العام وظيفته الاساسيه، احدى اهم وظائفه، انه الذراع، الدرع الاقتصادي للشعب المصري. لما حضرتك تغلي سعر وده يغلي سعر، يقوم جاي القطاع العام ينتج، المفروض انه ما يخسرش، يكسب بالمعقول. زي المجمعات الاستهلاكيه. زي المجمعات الاستهلاكيه. انا لسه في حاجه سلعه حاليا بيخسر. لا في هامش ولا في حاجات وحاجات. شوفي بقى الاصلاح اللي خدي بالك ان القطاع العام كان بيتم افساده بخطه ممنهجه. بالظبط. النهارده في بعض النواحي من القطاع العام وخصوصا الجزء الخاص بالقطاع التجاري لا ابتدى يمارس، وده بوعي جيد جدا، يمارس شراكه القطاع الخاص. يعني كنت لسه في شركه، احدى الشركات التجاريه الكبرى في القطاع العام، مش هقول اسمها طبعا. الناس عندهم شهيه ووعي انه تعالى انت عندك شغل قطاع خاص، طب ما تيجي نكمل بعض. اشتغلوا بالطريقه دي، بيشغل نفسه. فكر يعني مختلف. انا بدات احس بفكر مختلف ده. لكن طبعا في بعض قطاعات اخرى زي الغزل والنسيج، وهو قطاع انا شايفه انه بيتلف عمدا مثلا يعني، وده محتاج لفكر تاني. خلينا نقول يمكن ما عندهاش ازمه في اسعار الملابس قوي، لكن ازمه في الاغذيه. حضرتك يا استاذ ايهاب عندنا ازمه في اسعار الملابس برضه. يعني انت حضرتك وضعت حل سريع لاصلاح منظومه الغزل والنسيج بدون تكلفه من الدوله. هي مش مساله بدون، يعني خلينا برضه نأصلها. الغزل والنسيج هو صناعه كثيفه العماله، ولمصر نقطه تميز شديده فيها. بالظبط. تم اتلاف هذه الصناعه على مدار 16 في 37 شركه نسيج تبع الحكومه، الشركه القابضه للغزل والنسيج. بس في تعمد. انا شايف ان في تعمد حتى الان، وانا بقولها اهو في التلفزيون المصري في تعمد. ايه الحل؟ خليني اقول لك احد الحلول. لما طولب السيد وزير قطاع الاعمال العام، خرجوا بالاشتراك مع اللجان النقابيه، قال لك هنقدم دراسه من مكتب امريكي لاصلاح الغزل والنسيج. الكلام ده السنه اللي فاتت. لما ضغط في اتجاه هذه الدراسه، فين يا جماعه فين الدراسه؟ الدراسه قالوا انها جت في اخر فبراير او اخر مارس اللي فات. حتى الان لم يرى احد هذه الدراسه. الدراسه دي كلفت بالدولار ملايين. المصانع حتى الان اجورها 140% من الانتاج. تنتج 100 جنيه بتقبض 140 جنيه نزيف. طيب في المقابل اكتشف ان الحكومه بقرار واضح جدا ارادت تصنيع في الصعيد ببلاش مجانا. حضرتك لو عاوز تعمل مصنع في الصعيد اراد الصناعه ببلاش مجانا، والبنيه الاساسيه وصلت، والعماله متوفره. ليه؟ انت العماله اللي شغاله في الغزل والنسيج في المحله وفي اسكندريه وخلافه دي عماله نازحه من الصعيد اصلا، وعملت لك مشكله ديموغرافيه. اللي الصعيد اصبح منطقه طارده، تركيبه ديموغرافيه، منطقه طارده والدلتا جاذبه، فبقت تكدس. في فكر في الاقتصاد برضو قديم مش جديد، انا مش بخترع، اسمه اسيت سواب، استبدال اصول. يعني لو انا النهارده مثلا عندي شركه الغزل في اسكندريه، ارض هذه الشركه لو اتعملت مساكن هتبقى غاليه جدا، بس ما ينفعش دي خصخصه بقى. لكن يحصل ايه؟ الفكر يقول ايه؟ انا اخد ارض في الصعيد دي ببلاش، وارهن ارض اسكندريه للبنك
ده التمويل، واخد الفلوس ابني مصنع في الصعيد، لما ابنيه واسكن عماله واجيب خامات وادوره، اقوم مسلم الارض القديمه للبنك، اتفضل يا بنك بيع وامشي، وانا جبت مصنع بدل المصنع بس بتكلفه اصول، استبدال اصول. انا تقريبا ما دفعتش مليم من جيبي والبنك كسب وانا كسبت والاصل بدا يشتغل. وده وشغلت الصعيد، شغلت الصعيد بقى وحليت المشكله الديموغرافيه، وخصوصا ان في اراضي زياده يا استاذ ايهاب، زياده جدا. يعني انا في قرار صدر من السيد رئيس الوزراء في سبتمبر اللي فات، اللي هو ان الشركات تبيع الاصول الغير مستغله. الحقيقه ساعتها انا عن نفسي انا واحد من الناس اتصدمت، قد اكون انا توجهي مختلف لكن اتصدمت. الاصل الغير مستغل مشكلته انه غير مستغل مش انه اصل. يبقى انا لازم استغله. ولما تبيعه هتعمل ايه بالفلوس؟ هتبدله اصل باصل ولا هترجع تاني تفضل تدفع ال 140% مكافآت؟ طيب احنا يمكن عايزه استكمل الجزئيه استاذ عبد الناصر اللي فتحها استاذ ايهاب، هي فكره الموضوع الغزل والنسيج، لان دي كانت وعي وادراك من القياده السياسيه وتم التاكيد عليها ان احنا لازم اننا نتوقف وناخد وقفه قويه تجاه هذه الصناعه تحديدا، وزي ما احنا عارفين هي كثيفه العماله. احنا محتاجين روشته سريعه ازاي نقدر ندعم هذه الصناعه، وهي احدى الصناعات المهمه. بعد الفاصل مشاهدينا. رجعنا لكم مشاهدينا. استاذ عبد الناصر عايزين نبدا بالغزل والنسيج، واعتقد ان استاذ ايهاب كمان ممكن يشاركنا في هذا الملف تحديدا. اتفضل يا فندم. هو مشكله الغزل والنسيج ان الماكينات الموجوده بالفعل في الوقت الحالي هي ماكينات قديمه جدا، لا تصلح لانتاج منتج يواكب السوق الحالي. الصناعه محتاجه تحديث او استبدال الماكينات اللي هي موجوده بالفعل. وعندما الكلام عندما كانت تحدثت القياده السياسيه عن يعني ضخ استثمارات في هذه الصناعه، اعتقد هل هو ده الفكر ولا لا، لكن من وجهه نظري ان ضخ استثمارات يعني استبدال الماكينات الحاليه بماكينات جديده، تحديث الماكينات يعني. لا مش التحديث ده، هو استبدال، استبدالها تماما، استبدالها تماما مع تدريب العماله الموجوده على الماكينات الحديثه، بحيث ان يطلع منتج يواكب السوق، اللي يواكب المنافسه الشرسه من اللي جايه من دول جنوب شرق اسيا. اصبح لدينا كان هناك في المنطقه اسواق منافسه، كان يعني بعد الازمه السوريه للاسف اردوغان سرق كل المصانع ونقلها عنده، ودلوقتي هو غرقان يعني بعد ما نهب وضيع بلد اللي هي بقى سوريا، دلوقتي هو بيغرق. يعني ايه سوريا وتركيا هي يعني فرصه في طريقهم ذهبيه للخروج من السوق تماما. يبقى فرصتنا احنا الذهبيه ان احنا دلوقتي في استثمارات من الداخل المحلي واستثمارات جايه من دوله زي الهند متقدمه في هذا المجال، الصين عندها استعداد انها تضخ استثمارات، الحكومه ايضا بتضخ استثمارات او في لديها. يعني مقصود هنا ان السوق او السوق السوري هنا دلوقتي اصبح مفتوح؟ لا غير لا ما عادش فيه، لا دلوقتي حلب ما عادش فيه. يعني الاماكن اللي هي منتجه او المحافظات المنتجه في سوريا اختفت تماما من الوجود بعد نهب هذه الصناعه ونقلها الى تركيا. وتركيا اصلا يعني خلاص في طريقها للضياع مع العنتريه اللي بيعيشها اردوغان من خلال يعني. ففي الوقت الحالي الفرصه بالنسبه لنا فرصه ذهبيه جدا لضخ استثمارات قويه في قطاع الغزل والنسيج. عندنا كوادر خصوصا في عدم وجود المنافس السوري في سوريا او غيره. احنا عندنا كوادر بشريه موجوده في منطقه المحله، سواء اصغر شاب صغير واكبر راجل عجوز، كلهم على استعداد ان هم يرجعوا لمصانع سواء كانت قطاع عام او خاص لاحياء هذه الصناعه مره اخرى، لايجاد منتج يواكب السوق المحلي والعالمي. يعني لا فقط ليس لضخ يعني منتج في السوق المحلي فقط، ولكن
تصديره للخارج ليعود لتعويض الاستثمارات التي يتم ضخها. وايضا في فرصه ذهبيه للصناعات، الاراضي اللي بتعطى مجانا في محافظات الصعيد لابناء الصعيد، ممكن يبقى في شراكه من ابناء محافظه الغربيه اللي عندهم خبره، ايضا لابناء الصعيد اللي ممكن طبعا كلها دوله واحده، يبقى في إعادة وإحياء هذه الصناعة مرة أخرى، إلى جانب بقى موضوع الحديد والصلب اللي هي الصناعة الاستراتيجية الأساسية الرئيسية بالنسبة لنا، قلعة كبيرة جدا لابد من إحيائها بأي شكل كان حتى لا تضيع مننا مرة أخرى. أستاذ إيهاب، أنا برضو مش هخرج، أنا معايا دقيقتين على نهاية اللقاء، مش عايز أخرج برضو من نطاق صناعة الغزل والنسيج، بس عايز أتجه لملف الشراكة. كيف يتم ترجمة الشراكه بين القطاع العام والخاص في هذا الملف؟ باختصار شديد، اولا فعلا في فرصه ذهبيه وضاعت خلال سنه ونص اللي احنا ضيعناهم في الدراسه المكتب الامريكاني. الايجابي انه حديث عندنا فرصه ذهبيه. مصانع سوريا قفلت علما بان تركيا ما كانش عندها صناعه ملابس، لان صناعه الملابس صناعه كثيفه العماله، العمل التركي غالي قوي، سعر الاوروبي، فكان التركي يشغل في مصنعه السوري. ده دي اللي احنا حاجه غايبه عننا، كان بيجيب التصميم الايطالي ويشغل سوري ينتج عشان يعمل تصدير. الفرصه النهارده جيده جدا اذا ما يعني وجدت العزيمه والاراده الحقيقيه لاحياء هذه الصناعه. الحقيقه انا بالسنه ونص اللي ضاعوا في دراسه بيعملها مكتب امريكاني حتى الان مش شايفين لها نتيجه ولا شايفين لها فكر، اللهم الا ان حد قدر يقول الاداره السياسيه انه المصانع محتاجه فلوس. لا، المصانع محتاجه عماله، والفلوس متوافره باستبدال الاصول، والجهاز المصرفي فيه فايض قادر على وصل للتريليون جدا اكتر، ويقدر يدعم قروض مدعمه، فالتمويل متاح. مين قال انه مش متاح؟ القطاع الخاص وخلينا نقول يعني مشتاق لانه يأجر هذه العنابر ويدورها. انا واحد من الناس كان ليا تجربه بحاول ادور على مع اجانب ندور على عنابر نأجرها، فوجئنا بمشكله الحقيقه من الجمعيات النقابيه، انك هتأجر العنبر بعماله، بس عماله دول هم اللي افسدوه. يعني انت بتسلمني حاجه بالمصيبه بدون مصيبتها، قنبله موقوت. انا عاوز العنبر واحط فيه مكن، والمكن ده سعره يتسدد على 5 سنين من الشغل. هو ايه الحل؟ اراده، عاوزه اراده من بس الاراده المفروض انها موجوده. ما هو يا فندم العامل بيقبض كده وهو ما بينتجش، قبضه بس ابعده عن العنبر عشان اعرف اشغله. هذه المهنه على فكره عايزين يعيدوا احياء هذه الصناعه. شوفي الاداره عم نتكلم على اراده برضو من قياده سياسيه قالت الكلام. بصي هقول لك على حاجه، في القطاع العام لسه بقول للشركات التجاريه في القطاع العام النهارده عندهم اراده يغيروا ويطوروا. ليه؟ استبدلوا الادارات. حصل استبدال، خصصها الاداره، خصصها الفكر الاداره، مش ما ده اللي حصل في البنوك يا استاذ ايهاب. هم ما باعوش الشركه، لا الشركه زي ما هي ملك الشعب، لكن ابتدى يجيب يطعمها بعضو منتدب من القطاع الخاص، بخبير من القطاع الخاص، قوموها والنهارده ماشيين الحقيقه. يعني بسم الله ما شاء الله، الواحد ما بيحسدهمش في قبل الفضيله دي. لو ده الاراده دي توفرت في قطاع زي الغزل والنسيج تمام. يعني اعتقد ان احنا وضعنا حلول للمشكلات، يعني ما تركناش الامر امام المشاهد اسود ان احنا قلنا في مشكلات وازمات، ولكن وضعنا روشته للحلول اللي من الممكن ان تتم تطبيقها في خلال الفتره القادمه ان شاء الله. في نهايه الحوار بشكر الخبير الاقتصادي الاستاذ ايهاب صبره، شرفتنا يا فندم. الله يخليك. وبشكر الزميل الكاتب الصحفي عبد الناصر منصور الاهرام، شرفتنا. انا متشكر جدا. شكرا جزيلا لوجودكم معانا النهارده. مشاهدينا بنشكركم على حسن المتابعه، وان شاء الله بكره اسره جديده مباشر من مصر. الى اللقاء. الراعي الرسمي لهذا البرنامج